صباح الخير البنات، صافا لاباس عليكم؟ بخير هانيين ان شاء الله. نلقاكم فيديو ديال اليوم بكل احوال طيبه وانتم تتشاهدوا. بغيت نطلع عليكم واحد الليله قصيره خفيفه ظريفه. بغيت نتشارك معكم واحد الماسك ديال وجهي، الا لقيتو دابا غنديرو وقلت ضروري نشاركو مع المتتبعات الغاليات ديالي. بجوج ديال المكونات فقط، لا ثالث لهما. ماسك اللي هو خطير على البشره. كنتي كتعاني من التجاعيد اللي كتكون رقيقه على في الوجه، التجاعيد اللي كيكونوا رقاق، او يلاه بداو فيك التجاعيد. كتكون عندك البشره اللي كتكون ناشفه ومكمشه، سيرتو في هذا البرد هذا البشره كتنشف وكتولي كتقشر وكتولي مهيجه. كانت عندك بشره متهيجه وفيها وحمراء وكتحكك كتبغي هكا تحكي البشره ديالك. فجبت لك هذا الماسك، هو اللي غيناسب لك هذا النوع ديال المشاكل. يلا ندوزو مباشره للتفاصيل باش ما نطولش لكم الفيديو. ونبداو ان شاء الله باول مكون اللي هو المكون الرئيسي والاساسي في هذه الوصفه ديال الوجه، اللي هما حبوب الشيا. هاد حبوب الشيا تيكون شكل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش، هذا هو الشكل ديالها. كتكون هكا على شكل حبيبات صغيورين. هاد الحبوب الشيا كتكال ايضا كدار ماسك على الوجه كيف ما غتلاحظوا معايا. خديت 2 معالق كبار مع عامرينش كيف ما لاحظتوا معايا الناس في الفيديو، وكنطحنها في الطحانه مزيان مزيان تتولي على شكل بودره. وبالنسبه للمكون الثاني اللي هو الياغورت مسوس بدون سكر، انا كنستعمل هاد الياغورت هذا تجيني مزيان، وتقدروا تستعملوا اي ياغورت ما فيش السكر. كيف ما تقدروا تستعملوا البنات الماء، نص كاس ديال الماء او الحليب او الياغورت اللي بغيتو استعملوا، يا اما الماء يا اما الحليب يا اما ياغورت. انا استعملت ياغورت. بالنسبه للطريقه البنات، كتاخذوا هذيك الكميه ديال حبوب الكتان وكترقدوها. انا هنا ما رقدتهاش، كنت شويه مزروبه شويه، داكشي علاش ما عنديش الوقت باش نرقدها ونتسنى. فخديتها خلطتها مباشره. لكن من الاحسن البنات كترقدوا بذور الشيا في الماء او في الحليب لمده من 15 دقيقه، حتى ما بين 15 حتى 20 دقيقه، حتى كتولي الشكل ديالها بحال الجيل. من بعد صافي كتطبقوها الوجه ديالكم. كيف ما شفتوا هنا ما عطاتنيش الطوع كيف ما كنقولوا، وبقات شويه عاقده، فماشي مشكل. تا بهاد القوام راه مزيانه. وكيف ما لاحظتوا معايا البنات كناخذ شويه، كنزيد شويه ديال الحليب باش كنحصل على ماسك تيكون جاري شويه وطالق راسو. صافي الا كنتو بغيتو يكون جاري ومزيان كتخلطوه من الاحسن في الخلاط الكهربائي باش كيجيكم القوام ديالو كريمي. كيف ما قلت لكم انا غير دركني شويه الوقت، داكشي علاش ما درتش هاد المراحل هادو. وكيف ما كنقول لكم ديما البنات، ها هو الماسك واجد، ولكن خاصني قبل ما نطبقو خاصني ضروري نغسل الوجه ديالي. ضروري البنات قبل ما ديروا اي ماسك لوجهكم يكون وجهكم نقي، عاد من بعد كديروا الماسك. وهذا هو الماسك اللي غنبقى ان شاء الله من بين الماسكات اللي غنبقى نتبعهم في رمضان، واللي هو ماسك ديال حبوب الشيا. زوين زوين طبيعي، ولا ما نفعش راه ما كيضرش. نذكر لكم بعض الفوائد هذا الماسك هذا. اول حاجه كيهدئ البشره اللي كتكون متهيجه وجافه واللي كتكون فيها الحكه. فيها البنات مضادات الاكسده اللي كتحمي لنا البشره عفوا، وتتحارب لنا شيخوخه وكتقضي على التجاعيد. وزوينه بزاف البنات، غنيه بالاوميغا 3، وكترطب لينا بعمق البشره، كترطبها مزيان مزيان من الاعماق.
فكيف ما لاحظتوا معايا البنات، الماسك حيت ما خليتوش ما رقدتوش في الماء او في الحليب شي شويه، داكشي علاش ما عطانيش الطوع، ما جانيش ساهل باش نحطو في وجهي. داكشي علاش كنصحكم باش الا كنتو غديروا هذا الماسك، من الاحسن كتشدوا هذيك البودور ديال الشيا وكترقدوها من قبل في الماء او في الحليب او في الياغورت، بدون سكر مع شويه ديال الحليب. كترقدوها من 15 حتى ل 20 دقيقه باش كيعطيكم تعطيكم قوام سهل للاستعمال. صافي انا غنبدا ندير بشويه بشويه وناخذ مع الخاطر، كنحاول هكا نوزعها على البشره كامله ديال وجهي، وكنحاول ننزل حتى لعنقي ضروري. وهذا الماسك البنات كيبقى في الوجه من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. بالنسبه ملي تبغيو تغسلوا الوجه ديالكم، راه الطريقه سهله. كتحاولي هكا دلكي البشره ديالك بحركه دائريه، وكتغسلي ضروري بالماء الفاتر، يعني ما تيكونش سخون بزاف وما تيكونش بارد بزاف، دافي بين وبين، هذا هو الماء الفاتر. صافي كتنشفي بالفوطه او بالبابي صافي، وكتشوفي ان شاء الله نتيجه زوينه من اول استعمال. تبارك الله ما شاء الله راني غسلت وجهي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه بانت النتيجه من الاول. واخا انا شحال هذه ما درت هذا الماسك هذا، اليوم درته معاكم. وكنتمنى حتى نتوما البنات تجربوا. انا حيت غادي نخرج درت ليكرون، ضروري ندير ليكرون ديال الواقي الشمس، واقي الشمس، او ديروا الا ما كنتوش غتخرجوا مثلا، ما كنتش غتدخل الكوزينه او ما كنتوش غتخرجوا، تديروا المرطب ديالكم. ضروري ديروا المرطب من بعد اي ماسك طبيعي كديروه في الدار. وبالنسبه للنتيجه البنات كيف ما كتشوفوا معايا، كتخرج البشره رطبه ومغديه ومشرقه. النتيجه راها باينه وواضحه البنات. كنتمنى حتى نتوما تجربوه وتردوا ليا كيفاش جاكم الماسك. وعلى فكره البنات، الماسك كتبان النتيجه ديالو من اول استعمال. كنتمنىكم تجربوها البنات. ما تنساوش تضغطوا على لايك للفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء. سلامه.